اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج كلام جديد. في البدايه خلونا نتكلم عن اخر الاخبار والتطورات والاوضاع الحاليه اللي بتحصل. اول خبر معانا النهارده: مستشفى الشفاء تحول لساحه حرب وغاره تدمر قسم القلب. اما الخبر الثاني النهارده معانا مستشار الامن القومي بيقول ان احنا شغالين على مفاوضات مكثفه لاطلاق الرهائن. الخبر الثالث بيقول استئناف عمليات الإجلاء عبر معبر رفح. أما الخبر الغريب شوية إنه مظاهرات حاشدة في إسرائيل لدعم عودة المحتجزين في غزة. ودي كانت أبرز التطورات والأحداث، واستنونا بعد الفاصل. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل. هنتكلم بقى عن العواقب الوخيمة للسوشيال ميديا وكيفية التعامل معاها قانونيا مع ضيفتنا الجميلة أستاذة نهى الجندي، المحامية بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بيك. شايفة أن السوشيال ميديا دلوقتي تقع تحت طائلة القانون فعلا؟ خلينا نعتبر أن السوشيال ميديا سلاح ذو حدين. سلاح ممكن أقدر أستخدمه في حاجة مفيدة، وسلاح تاني أهدم بيه مجتمع وأهدم بيه أجيال قادمة لما لا نهاية. بس طبعا الفترة الأخيرة مع تقدم التكنولوجي والتطور بقى لازم في الحد من جرائم الإنترنت والانتشار بتاعها. ليه؟ لأن في جرائم كتير تقع تحت طائلة القانون، بدليل أن المشرع المصري أضاف بنود كثيرة للقانون اللي هي خاصة بجرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات. طيب خلينا نتكلم. طبعا احنا كلنا عارفين ان السب والقذف من خلال السوشيال ميديا ليه عقوبة قانونية. الأول عاوزين نوضحها للسادة المشاهدين ونوضح ازاي نقدر نثبتها للقانون أو نقدمها في شكوى. طيب مبدئيا كده عشان نفهم الساده المشاهدين يعرفوا يعني ايه كلمه سب وقذف وتنمر يعاقب عليه القانون. ما انا كنت هاجي لحضرتك في حته التنمر دي، ولكن قلت خلينا نوضحها ايه جزئيه جزئيه. طيب تمام، خلينا نبدا نمبر 1. عندنا السب والقذف. ما هو السب والقذف؟ السب والقذف والتشهير كمان، ان انا اسبك بعبارات نابيه، يعني اللي هي ايه؟ عبارات يعني خادشه للحياء العام، يا ابن الكذا يا ابن الكذا وهكذا من الكلمات. القذف بقصفك بصفات انت مش فيك، يبقى انا كده برضو بقصفك، يبقى هو ده معناه السب والقذف. التشهير بقى اللي هو سي مثلا انت كشخصيه عامه دخلت اشهر بيك واقول لك انت مثلا كلمه نصاب، انت كذاب، انت بتضحك على الناس، دي برضو عبارات تعد من التشهير. ان انا مثلا بشهر بيك كتشهير بيانات، بشهر بيك حاجه خاصه بيك انت، ان هي انت مفروض كنت يعني حاجبها عن للعوام، وبعد كده انا اخدتها وشهرت بيها على السوشيال ميديا. هل تشهير البيانات دي من ضمنها مثلا رفع صوره البطاقه على الفيسبوك؟ طبعا ده يعاقب عليها قانون، لان هنا في حاجه اسمها اختراق للحياه الخاصه بتاعتك، ويعتبر ان البطاقه الشخصيه وبيانات البطاقه الشخصيه لا يجوز بها شهرها او نشرها للعوام او العامه على السوشيال ميديا، سواء فيسبوك، انستجرام، تليجرام، ما لا نهايه من البرامج المتاحه للسوشيال ميديا. ده يعاقب عليه قانون، ان انا ماليش الحق ان انا انشر اي بيانات ليك. انشر ليه؟ صفتي ايه؟ ما هو عشان كده انا لما باجي ارفع اي دعوه اقول انت خصمي في القضيه دي بناء لان انت عدت عليا بالضرر. الضرر ايه؟ ان انت شهرت بيا بصور. انا ممكن دلوقتي انت قاعد دلوقتي قدامي وخليتك قاعد دلوقتي، اختلست منك صوره. ايوه. نشر صورتي ليك برضو على السوشيال ميديا اعاقب عليها القانون، لان في اختراق حتى لو لحياتك. كانت صوره عاديه. ما احنا هنفرق بقى بين حاجتين. هل الصوره دي متاخده في مكان عام او مكان خاص؟ تمام. هل انت في ضرر وقع عليك بنشر تلك الصوره؟ ما انا ممكن اكون انت مثلا شخصيه عامه قاعد مثلا في كافيه في مكان، انا كده اخدت لك صوره من غير ما انت تحس. بالظبط. طب انا اعاقب عليه لان برضو اخترقت حياتك الخاصه. ماليش ان انا انشر صورك الا اذا تكون مثلا الصوره بابليك منشوره للعام، فانا اخدتها فانا عملت لها شير مثلا، قعدت نشرها تاني، ده ما اعاقبش عليه، لان انت بمحض ارادتك انت نشرتها اوريدي وموجوده على جروبز وموجوده على السوشيال ميديا. انما مثلا انا هكرت تليفونك، اخدت صور ليك خاصه على تليفونك وقمت نشرتها على السوشيال ميديا،
لا يحق لي نشرها، وهذا يعد من جرائم الانترنت ونشر المعلومات. ده يعد اختراق للحياة الخاصة اللي أنا ما ينفعش أتعدى عليها ليك، اللي هي تقع تحت طائلة القانون، وتبقى العقوبة من 3 شهور إلى 3 سنوات عقوبة مكررة بخلاف الغرامة المالية. طيب دلوقتي مثلا يعني اغلب الشركات، اغلب الاماكن علشان مثلا تتعامل معاها او تشتغل معاها، انت ممكن في الطبيعي جدا او الاجراءات الطبيعيه جدا بيبقى صوره بطاقه وهكذا، تمام؟ فلنفرض ان الشخص دوت ادى الجهه او الشركه دي صوره بطاقته، فحد تاني حب يتحرى عنه، فطبيعي هيتحرى عنه منين؟ من مكان عمله. فخد منه صوره البطاقه دي عشان